بيقول في بوست ليه واحد وقفني وشكله محترم، بيقول لي استأذنك ممكن 15 جنيه؟ الولد بيعيط وعايز سندوتش. الصراحة انا افتكرته في الاول حد من اللي بيتسوله بالطريقة دي، او انه بيستغل الولد في التسول، لكن طريقته في الكلام مش طريقة حد بيحور. بصيت بطرف عيني لقيت عيل صغير سنه ما يتعداش 5 سنين، مفهوم من العياط. قلت له عايز سندوتش ايه؟ قال لي سندوتش برجر، ومش راضي يتحرك لما شم ريحته وشاف شكله في المطعم. قلت له عينيا، بس انا هجيب لك سندوتش مش هديك فلوس. وخدت خطوتين في اتجاه الولد ووطيت عليه وسألته مالك يا حبيبي؟ بيقول قال لي وهو بيعيط عايز سندوتش برجر، نفسي فيه وابويا مش راضي. بيقول الجملة دخلت في قلبي زي السهم، حضنته وطبطبت عليه وبوسته. قلت له انا هقنع بابا يجيبهولك. بيقولوا خدت والده على جنب، بيقول لي هو بيحاول يمسك الدمعة اللي فلتت منه غصب عنه. والله انا مش شحات ومش عارف الحركة دي عملتها ازاي، ومراتي لو عرفت هتطلب الطلاق، بس اعمل ايه يعني؟ احنا في نص الشهر والمرتب خلص، ده احنا مروحين مشي عشان ما معيش فلوس اركب. قلت له هنتمشى نتفرج على المحلات، ويا ريتنا ما اتمشينا. اول ما شاف شكل البرجر وشم ريحته وقف يعيط ويدبدب وحالف ما يمشي. طالبه مني بقاله بتاع سنة، وانا لو حلفت لك اني ما عارف اوفر ال20 جنيه اجيب له بيها السندوتش هتقول بكذب وبافورها. انفجر الراجل في الكلام وكانه بيفضفض ليا، وراح قايل يا اخي بص، وراح قلع الجزمه. لقيت كيس بدل الشراب، لقيته لابس كيس بدل الشراب. وكمل وهو بيشاور على رجله، انا مش عارف اجيب لنفسي شراب. بيقول ما دريتش بنفسي غير وانا بحضنه، سابني وجري على الواد وشده من ايده، لدرجه ان الولد وقع على الارض وقال له يلا يا ابن الكلب بقى فضحتني. والولد بجد يقطع القلب من العياط. جريت عليه وخدت الولد بعد ما هديته وطلبت منه يستنى دقيقه، وقلت للولد بابا اداني فلوس اجيب لك السندوتش، ورحت جبت له سندوتش البرجر. اول ما مسكه وحطه على بقه ضحك ضحكه عمري ما هنساها، وسابني وجري على ابوه وحضنه وقعد يبوس فيه. بيقول ساعتها قررت ان اختفي من قدامهم، وقعدت على اول رصيف قابلني. يا الله، حسيت احساس مميت وعيطت كتير، ودعيت ربنا ساعتها انه يجبر بخاطر الناس دي ويمنحهم القوة والصبر. حاجة بسيطة قوي في حياتنا بالنسبة لناس تانية حلم. طفل صغير نفسه في البرجر، وابوه راجل مطحون قرر انه يشحت عشان يسعد ابنه. صعبة لحظة الانفجار، كسرة النفس ربنا ما يكتبها على حد. حقيقي الكلام متحاش والروح مخنوقة. يا رب اجبر بخاطر الناس دي، لنا الله. ادعي لهم وادعوا للي زيهم دعوة حلوة من القلب.